النهاردة هنعمل خميرة الفايش مع بعض خطوة بخطوة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله تعالى ندوبها، وبإذن الله نخليكم معانا خطوة بخطوة من أول بداية الخميرة لحد الخبيز إن شاء الله تعالى. ورجعنا لكم تاني لما الخميرة اختمرت، عشان خاطر النهاردة امبارح الجو كان سخن، الخميرة اللهم صل على النبي خمرت وبقت زي الفل. خدت من 12 بالليل ل 12 بالظهر، لكن هي أهم حاجة الخميرة الدفى، أهم حاجة يكون هي دفيانة مع النبي كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نشكلها أول شكلة بإذن الله تعالى يبقى زي الفل. سايبة عاملة زي خميرة لقمة القاضي أو أخف منها شوية. القوام بتاعها زي لقمة القاضي أو أخفها شوية. بس الحمد لله إن شاء الله هنرجع لكم تاني لما تخمر الخميرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادينا شكلنا الخميرة، ربناها كسرناها يعني بالبلدي، ودينا القوام كويس والحمد لله زي انتم شايفين. اللهم صل على النبي والله اكبر. زي الفل وملت الحله، وهنربيها الربيه الكبيره. هنربيها. بسم الله الرحمن الرحيم. باذن الله هنربيها، بس مش هنتخنها جو، مش هنخليها تخينة، هنخليها مظبوطة عشان تخمر حالا، وعشان العجين يبقى خفيف وحلو ومتاخدش وقت، عشان الدنيا شتا بالأخص. أصلا في الحر ممكن تتخن شوية عادي عشان بتخمر حالا، لكن في الشتا عايزة الدفى. خميرة الفايش بالذات عايزة الدفى. ولو انت بتقطع العجين ممكن لو عندك دفاية تحطها جنبهم في الشتا، ان شاء الله مفيش ابدا حاجة تبوظ منك. ما عندك ايش دفاية زينا زمان لما كنا نجيب جنب الخبيز كده فلاحين عاد، فكان يطلع زي الفل برضو، كنا بنجيب له وندفيه. دلوقتي طلعت الفرن الحديد ده هياتي بتتولع جنب الخبيز ما شاء الله عليه، وانت بتقطع كل العجين بيخمر وزي الفل. وهنرجع لكم باذن الله بعد الخميره ما تخمر تعالى. بعد الخميره ما اختمرت، اللهم صل على حضره سيدنا النبي. هذه الخميره خمرانه وملي الحله وزي الفل وفايره فورا. رحيم 15 كيلو عجين، 15 كيلو دقيق، وادي المحلب، وادي السمسم، واحده فانيليا عشان يبقى ريحتها حلوه، ولا 2 عادي. سكر ندوب جيد. نطلع من ايديك العجين بالعجينية. سيدنا النبي أمير الله. هنزل بالدقيق بإذن الله. رجعنا لكم تاني بعد ما قدرنا الدقيق وبنقطع العجين عشان يخش السمنة جواه، عشان يبقى بس صبع مليان أو قرصاية مليانة أو قرصاية ما فيش، لازم العجين كله يخش فيه السمن عشان يبقى كل واحد يبقى الطعم كل واحد، مش واحد مليان سمنة وواحد فاضي. لا يا حبايبي صلوا على النبي، لازم العجين بتاع زمان يعني، مش ودول عجينين من زمان. احنا كنا بنعجن ماجور كده دي ولا 5 مرات. يعني زمان نجيب شوال الدقيق 100 كيلو، كنا نحلل ونعجن منه ماجور و2. بس لازم كده زي ما اتعلمنا من امنا واهالينا ان هم ان السمن لازم يخش العجين كله. قطع زي انتم شايفين كده عشان السمن يخش العجين كله، وبعدين تقومي تغرزيه.
طبعا الصعايدة اللي زينا فاهمين احنا بنعمل ايه. صلوا على النبي كتير يا جماعة، أيام مفترجة. صلوا على النبي واستغفروا ربنا كتير، وربنا يغفر ذنوبنا أجمعين اللهم آمين يا رب. صلوا على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. من يفك كرب المكروبين والسجن بتاع المسجونين يا رب، ما يدوش حد بديك أبدا. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. محب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كل أمر من الرفض والقبول إلا الصلاة على الرسول. صلى على النبي فوق الدعاء وفخر الدعاء عشان يتقبل بإذن الله. هو اتملك العجين كده شرب. شوفوا يا جماعة حلو ازاي، شوفوا يا حبايبي العجين اللي اتملك بيها زي اللي بلعه. هنرجع لكم ان شاء الله باذن الله تعالى لما يخمر العجين ونيجي نقطعه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على رسول الله. رجعنا لكم بعد ما خمر العجين. اللهم صل على حضرة سيدنا النبي. اهم قدامكم وبدانا نقطع السمنة اهو بسم الله. كنا سمنة كده نقطعها. بسم الله الرحمن الرحيم. هايش وزي الفل ان شاء الله باذن الله. على النبي. الله أكبر. اللهم صل على النبي. هايش وزي الفل خمران وعسل. لازم تدهن العجين عشان ياخد حقه، يبقى حلو كده ومدهون، مبقاش يبقى زي الفل ان شاء الله. صلوا على النبي. ومتدبش القرصايه قوي عشان خاطر تبقى الصباعيه عالي لفوق، لكن لما بندبها نوقع قلبها كده بيبقى القرصايه فاضيه، يبقى القرصايه صباعها مبطط مبقاش عالي. لازم القرصايه ما تتدبش وتوقع قلبها. ده تدهن كل واحدة تدهنها كلهم زي ما احنا اتفقنا من الأول. اللهم صل على حضرة سيدنا النبي. صل على الحبيب قلبك يطيب. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. ربنا بارك لنا في بلغنا شهر رمضان بإذن الله. ندعي من ربنا هو يبلغنا ليلة القدر إن شاء الله بإذنك أنت يا رب. جعلنا نصيب إحنا وأمة محمد أجمعين يا رب، جميع المسلمين بحق حبك النبي يا رب. تدهنوها لما تدهن يا حبايبي. زي ما قلت لكم أنا من البداية، هو ما تدهن زي ما انتم شايفينها كده تلمع زي القزاز، تبقى حلوة. حتى الصبع لما تيجي تعمليه يبقى حلو مفكك كده زي ما اتفقنا. القرصاية ما تدبش عليها قوي عشان تخمر حالا. لما بتدبيها قوي بيبقى حتى نفسها لما تقطعيها الصبع بيبقى مبروش كده، مبقاش عاطي القوام بتاعه. شايفين يا حبايبي؟
صلى على حبيب، صلى على حبيبكم النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة القرصاية زي ما انت عايزاها كبيرة، عايزاها كبيرة ماشي، عايزاها صغيرة ماشي، على حسب راحتك انت. انا ما بحبهاش صغيرة، بحبها كبيرة عشان الصبع يبقى بإذن الله هوريلك بعد ما يخلص. يا حبايبي ما شاء الله على الفايش البلدي اللي بتاعنا احنا بتاع زمان، نصلي على حضرة سيدنا النبي. حاجة ان شاء الله تاكلوها وتعملوها بالهنا والشفا، طريقة مضمونة 100%. دي بتاعت الجدود، دي بتاعت الناس الكبيرة بتاعت زمان. اللهم صل على النبي ما شاء الله عليها. قرص عسل، القرصة واخدة حقها في السمن، واخدة حقها في كل حاجة، عشان يبقى حتى لما تيجي تغمزيها في اللبن او تيجي تاكليها تقرقشيها ولا حاجة تلاقي طعمها حلو، مش تلاقيها كده يكون زي بتاع بره. لا يا حبيبي دي متكلف، دي حلو ما شاء الله عليها، مش خسارة في التكاليف، عشان الصابع بس منه بكيلو من بره. الطعم بتاعه والقوام بتاعه حلو وعسل اهو زي انتم ما شايفين. لما اجي اكمل الصينيه عشان ما اطلعهاش فاضيه، احط فيها برضو كروسه صغيره، اعمل فيها صغير، مش هسيبها كده فاضيه. نخبز نولع الفرن عشان خاطر ونسيب نص الصفيحه فاضيه؟ لا طبعا، تتعامل صوابع برضو حلو. اللهم صل على رسول الله. باين من العجينه زي الكريمه، عشان الصفيحه الصاجه ما تبقاش فاضيه. معلش اعذروني اذا كنت انا بتكلم كده على تلقائيه، يعني زي انت عارفين الصعايده ما يعرفوش يتكلموا احسن من كده، زي ما ربنا علمنا. يا حبايبي اديكم شايفين قدامكم قوام العجين، والعجين ما شاء الله عليها خمران وهايش وعامل زي السفنج في ايدي. الله اكبر، يعني اللهم صل على النبي. العجينه تدهن، وانتوا عارفين ان احنا لازم ندهن الصينيه قبل ما نقطع، بس انا عشان وقت الفيديو ما وريتكمش الصفايح وهي بتدهن، بس ما شاء الله عليها كل حاجه باينه، كل حاجه باينه ما شاء الله عسل. اهم حاجه ما تدبش القرصايه وتوقعيها قلبها، تخليها فاضيه، حتى لما تيجي تعملها تشققيها صوابع، تشرخيها صوابع، تلاقي الصابع حلو لفوق، ما تلاقيش الصابع مفروش كده وما تعرفيش تغمزيه. براحتك القرصية عايزة تعملها صغيرة ماشي، عايزة تعملها كبيرة ماشي، براحتك انت. عايزة تعمل صوابع برضو، مش عايزة تعمل قرص زي زمان. احنا كنا زمان بنعملوش قرص، كنا بنعملوا صوابع، بس دلوقتي انت عارفين الاولاد كبرت، عايزين التساهيل، عايزين الحياة سهلة، تشرخوها بسرعة واطلع منها. احنا الاول كنا بنعمله كله صوابع من غير ما نخرط قرص ولا حاجة. الناس الصعايدة اللي زينا فاهمين انا بقول ايه. وهعمل لكم صينيه صوابع وهتشوفوها باذن الله نفس الفيديو، هتشوفوها الصوابع بتاعت الصعايده اللي كنا بنعملها زمان، ولا كانت بتتعب ولا كانت حاجه. كنا نروح كبينها في الطبق ونفصص ونحطه في الصفيح ونحمص على طول. ما كانش فيه نقعد نستناه لما يسقع ولا يبرد ولا نخليه تاني يوم عشان نفصص يعني. لا دلوقتي زمان كنا نخلص خبيز ونحمص على طول عشان يكون صوابع، اول ما نكبه من مكانه يتفرد كل صابع ويروح في ناحيه، يتفكك من بعضيه. وانا هعمل صبعين اكمل الصفيحه ديت واوريها لك ان انا كنت بعملها ازاي. ورجعنا لكم باذن الله تعالى بعد ما قطعنا الصوابع واختمرت اهو، ملت الصفيحه ما شاء الله. الصوابع دي بتاعت زمان اللي انا كلمتكم عنها ما شاء الله، الله اكبر، هو ده اللي احنا كنا عايشين عليه. وها ان شاء الله هنوريكم النتيجه، ربنا كريم. خليكم معانا واحنا بعدين نحط الصفحه الثانيه.
استنونا بعد ما العيش يطلع من الفرن. يلا يا جماعة صلوا على النبي. هذه الصوابع اللي أنا قلت لكم عليها، اللي هي الصوابع اللي احنا كنا بنعملها زمان قبل الدنيا ما تتطور على أيام الجهل بتاعنا. هذه الصوابع اللي احنا كنا بنعملها زمان. هذا ها، شوف مريح نفسك، كنا نرص على الصفايح على طول. هي الصفايح ده هي الصوابع دي بتاعتنا، احنا كنا بنعملها زمان بتتفصص وحديها. ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه. فضيها من الصينية وتروح مفصصة وحديها. شايفين يا حبايبي؟ صلى على النبي كده. شايفين؟ ادي الفايش اللي احنا تربينا عليه وعشنا عليه. برضو ادي الصوابع هي انا وريتها لكم عشان انا وعدتكم ان انا اوريكم الصوابع. وبرضو مش معنى كده ان الجرس وحشة، لا طبعا مش وحشة، بس احنا بقولك على اللي ولفنا عليه زمان هو اللي احنا كنا عايشين عليه وبنخبزه على طول. ان شاء الله تعالى اخلص خبيز واوريكم العيش عامل ازاي. خلاص ما شاء الله عليها، بس لسه ما استوتش. استنونا لما تستوي، لما نخلص الخبيز ونقطع العيش مع بعضين. نشرخ العيش ما شاء الله عليه ونقوصه. اللهم صل على حضرة سيدنا النبي. نشرخه ونحمص عشان بعد ما نحمصه هنوريكم العيش اللي الفايش ما شاء الله عليه، احسن من بتاع برا ان شاء الله. اللهم صل على رسول الله ان شاء الله. اللهم صل على النبي. كده خلصنا الخبيز، خلصنا الحميص باذن الله تعالى. ما شاء الله ما شاء الله عليه، طلع زي الفل اهو ان شاء الله. الله اكبر، حاجه حلوه. الله اكبر، اللهم صل على النبي. شوفوا يا جماعه ال 15 كيلو ان هم ناجحين وحلوين. قطعوا قد ايه والله العظيم، 15 كيلو مفيش غيرهم ما شاء الله عليهم. طلع ان العيش ناجح والخميره كويسه. طلع كد شكاره، كد 25 كيلو بالظبط كده. الله يعم وانتم بخير ورمضان كريم عليكم.